الوقت هو أغلى ما تملكين، هو رأس مالك، هو أنفس من الذهب والفضة والمال، هو فرصة حياتك التي يترتب عليها نعيمك في الجنة أو جحيمك في النار، وسلامتك في الدنيا أو شقاؤك فيها. أختي، الوقت هو واحد رأس المال عزيز وغالي جدا، وهو أنفس وأغلى ما يملك الإنسان. فمثلا يقدر يكون عندنا واحد القدر من الذهب أو من الفضة أو من المال، ولكن هادشي كله لا شيء بالنسبة للوقت اللي هو قلت لك هو رأس المال، هو اللي تتملك انت وتنملك أنا، هو العمر ديالك، هو الفرصة ديال الحياة ديالك. فمثلا الإنسان غادي يعيش 60 70 80 سنة، فهذا الوقت اللي غادي يعيشه الإنسان هو اللي غادي يعمل فيه إما صالحا يرضاه الله سبحانه وتعالى وغادي يمشي يرتاح في جنة عرضها السماوات والأرض، ولا غادي يضيع هذا رأس المال هذا الوقت وغادي يمشي له هباء منثورا ويمشي نهار آخر يتحسر عليه ويكون الله يستر من أهل النار. ومع الأسف الشديد نجد الفرد منا يحزن كثيرا لضياع بعض المال منه، أو صفقة تجارية أو فرصة كان يرى فيها ربحا كبيرا، ولا يحزن أبدا لضياع يوم من عمره في التفاهات، بل وسنين من عمره لم يعمل فيها شيئا مذكورا. أخواتي، كنشوفوا مع الأسف الشديد وهو أن الإنسان يمكن له يحزن ويتفقص على واحد بعض المال اللي ضاع منه، مثلا واحد 50 ولا 100 ألف فرنك ولا أقل ولا أكثر، تيقول لك الإنسان أنا تشمت مشى مني المال ما درت فيه حتى شي حاجة مفيدة، وما يتفقش وما يتخلعش وما يحزنش إلا ضاعت منه الفرصة ديال الحياة، وكان يمكن له يمشي له يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا عام وما دار فيه حتى شي حاجة اللي ترضي الله سبحانه وتعالى، وما تشوفوا لا تتفقس عليه ولا والو. بل وتضيع منه الصلاة المفروضة المكتوبة وهو تارك للصلاة بمحض إرادته ولا يبالي ولا يهتم، وتضيع منه فرصة الحج وهو قادر عليها ويأتي الأجل ويفوت الأوان، وتضيع منه فرصة الزكاة وهو يتماطل في أدائها ويسوف إلى أجر المسمى وقد رزقه الله من الطيبات وأكرمه، ثم يأتيه الموت بغته وقد فرط في حق الله وعصاه. شحال تنشوفوا الناس الأخوات، نشوفوا الناس تضيعوا حق الله سبحانه وتعالى في الصلاة، ما يصليش، تيجي الوقت ديال الصلاة المفروضة الصلاة المكتوبة وتيتركها الإنسان بمحض إرادته، ما هو لا مريض ما عنده حتى شي مشكل، وتيدوز الوقت ديال الصلاة ويمشي الظهر ويجي العصر وتجي المغرب وتمشي العشاء ويتقضى النهار ويجي الغدا ويتقضى الشهر ويجي الشهر الآخر، والإنسان مضيع لوقت الصلاة وما تيهتمش، ما تيتخلع، ما تيخاف، ما تيقول دابا طلع روحي دابا يمشي ربي يحاسبني. وكتلقى الإنسان هذا كله من جهلنا وهذا كله من قلة عقلنا. كذلك شحال من واحد فينا تضيع الفرصة ديال الزكاة، تيكون حل الحول يعني وجا الوقت فين خصو يؤدي الزكاة ديالو ديال المال ولا ديال الخيرات اللي عطاه الله سبحانه وتعالى جميع انواع الزكاة، وتيبقى الانسان تيسوف وتيقول حتى الشهر الماجي من دابا شويه، من دابا 20 يوم، دابا نعطي، دابا هذا، ويقدر يجي ملك الموت ويقدر يوفى الاجل ديال الانسان ويمشي لعند الله ومضيع مفرط في حق الله وعاصي الله سبحانه وتعالى. وشحال من واحد كذلك كتفوتو فرصه ديال الحج، كتقول له يا ابن ادم وعندك باش تحج، عندك الاستطاعه الماليه وعندك الحمد لله عطاك ربي سبحانه وتعالى العافيه وما خصك حتى شي خلوه، وفوقاش غادي تمشي تحج مالك ما مشيتيش؟ تيقول لك وانا باقي مشاريع وباقي مشاكل ديال الدنيا، نكمل لولد داكشي اللي كندير له، نتزوج بعدا البنت، نرصي الاطفال الى اخره، وتيبقى في شغل لا ينقطع حتى تيفر عليه الوقت وتيبقى راسو بانه مشى لعند مولاه وما حش وما اداش حتى الفريضه. كنعرفوا بان مساله خطيره جدا اللي عطى ربي سبحانه وتعالى الرزق باش يحج الانسان وخصو يكمل دينه ولا بد ما يقوم بالفريضه. وشحال من واحد كذلك تضيع منه فرصه قضاء الدين سواء كان مالا او دينا في الصيام او غير ذلك، ويصبح الانسان عاجزا اما لمرض حل به او نقص في مدخوله او لحلول اجله. كذلك الناس تيتماطلوا في قضاء الدين، فتلقى حيت تيبغي يسلف تيجتهد وتيرغب وتيقول الله عطيكم عطوني وتيعاونوه الناس وتيعطيوه، حيت تيكون عنده الفرصه باش انه يؤدي ذاك المال ويجمع وخصو يؤديه لماليه، تيبقى تيتماطل والشيطان تيلعب به وهو تيسوف وتيأخر حتى تتفوتو الوقت وحتى يمكن يطلع روحه وهو باقي ما اداش الدين للاهل ديالو. كذلك بالنسبه للصيام كذلك كل الدين اختي الانسان خصو يبادر به ويزرب به ويجتهد في المساله هذه ما امكن. ولا شك أختي أن النعيم المقيم والخلود في الجنات ومرضاة الرب سبحانه هو ما تتطلع إليه النفوس المؤمنة التي ترجو رحمة ربها وتخشى عذابه.
كل وحده منا اختي مؤمنه بيوم العقاب ويوم النشور، الا وشنو كتمنى وشنو اغلى امنيه عند كل مؤمن ومؤمنه هو الفوز بالجنه والنجاه من النار. فالانسان تيشتاق الى جنات النعيم والى الخلود في الجنات ومرضات الله سبحانه وتعالى. فمحيت تستقر هذه الفكره في الراس، ومحيت الانسان تامن ايمان مطلق، الا تعتبر الانسان العمر ديالو والحياه ديالو واللحظات ديالو والانفاس ديالو هي الفرصه وهو راس المال ديالو وتيتهلا فيها مزيان. اذا براس ماله يشتري نعيما لا ينقضي لابد الاباد، ويظن بالخطرات واللحظات عن التبديد فيما لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه، ويبادر ويسارع إلى الخيرات. متى فعل هذا كان من الفائزين بإذن الله تعالى. إنسان أختي حتى يفهم تيصبح غيور على الوقت ديالو، وخايف يضيع منه، وخايف يمشي يفوت منه العمر ويفوت منه السنين بلا ما يدير حتى شي حاجه اللي كترضي الله سبحانه وتعالى، فكتصيبو كشيش على الوقت ديالو. اخواتي الشح ما كيبغيش الله سبحانه وتعالى، تيكره البخل وتيكره الشح في كل حاجه، الا في الوقت اللي قلت لك هو راس مالك خاصك تكوني شحيحه به. ما يمكنش تسمحي لنفسك تضيع لك العشيه كلها في الخوا الخاوي ما ديري فيها حتى شي حاجه اللي ترضي الله. ما يمكنش يتقضى النهار وانت ما سبحتي مثلا، ما قريتي قران، ما زرتي مريض، ما عملتي شي حاجه اللي تفيدك في الدار الاخره. ما يمكنش يمشي لك النهار سوداء هي قدام التلفازه ولا قدام الخوه الخاوي ولا هي مجبده في الفراش ابدا. اذا الانسان المؤمن كتصيبه شحيح، يظن بالخطرات واللحظات عن التبديد، خايف عليها وما باغيش يمشي له في الخوه الخاوي. ولدى الانسان هذا الشيء كيكون ان شاء الله من الفائزين، وتمتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال 7، هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال او شر غائب ينتظر او الساعه فالساعه ادهى وامر. النبي صلى الله عليه وسلم اختي تقولنا في واحد الحديث شريف، تقولنا بانه تقولك بادروا بالاعمال، يعني اجتهدوا وما تضيعوش الوقت. واش تنتظروا الا فقرا منسيا؟ اخواتي دوام الحال من المحال. وشحال من انسان الله سبحانه وتعالى علم عليه بنعم كثيره وعطيه المال، فالانسان خصو يؤدي حق الله في المال ويتصدق بكثير ويؤدي الزكاه ديالو وما يتسناش وما يبقاش تيسوف، لان يقدر ربي سبحانه وتعالى يزول عليه ديك نعمه المال، يبدا عاد يتحسر وتيقول كنت غني، كنت لاباس عليا وما عطيتش، كان يمكن لي نتصدق، كان يمكن لي نطعم في سبيل الله وننفق في سبيل الله ونجاهد بداك المال في سبيل الله، ولكن فاتني الفرصه. اذا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او العكس؟ الغنى كذلك حتى هو فتنه اختي، يقدر ربي سبحانه وتعالى يغضب بزاف على واحد الانسان، يفتح له ابواب الخير كلها ويسلط عليه الدنيا ويبدا يتكالب عليها، ويبدا الانسان في مشروعات وهو من مشروع ومن اعمال وتيضيع الوقت ديالو حتى يتقضى العمر، تلقى راسو اعطاه ربي الغنى، وذاك الغنى المطغي اللي خلاش طغى به وخرج به عن الطريق المستقيم وضل به وظلم نفسه وظلم غيره.